السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا وطالباتنا الأعزاء. بالبداية نحب نبارك إلى جميع الأخوة والأخوات. بالنسبة للمتأهلين نقول لهم ألف مبروك، وبالنسبة للغير المتأهلين نحب نقول لهم هارد لك وحظ أوفر بالمرات القادمة بإذن الله. بالنسبة للمتأهلين أكو مجموعة من الإجراءات لازم تسووها خلال هذا الأسبوع القادم من الأحد للخميس. 5 نقاط اتبعوها، أنا نزلت لكم إياها عبر قناة التليجرام تقدرون تشوفوها، وبنفس اللحظة مجموعة من الإجراءات تروح للمدرسة تسوي وثيقة وغيرها من التفاصيل تكملها بيوم او بيومين وتختمها، وبعد انت راح تقرا وان شاء الله النجاح والتاهل من المرحله او الامتحانات النهائيه. اما بالنسبه للغير متاهلين واللي جاي يدور ببالهم هواي من التفاصيل، شلون اقدم الاعتراض؟ بالنسبه لتقديم الاعتراض تروح للتربيه او المديريه مالتك وتقدم اعتراض. كلفه الماده واحده 3000 دينار اعتقد، وهذا الشيء باذن الله راح تقدر انه انت تحقق النجاح. احتمال تنجح، احتمال تكون نتيجه غير مطابقه، كل الاحتمالات وارده، فالتقدم ما راح تخسر شيء، هي 3000 دينار جزء تنجحك وتعبرك الى المرحله النهائيه. اما بالنسبه للاخوان اللي يسالون بخصوص ال10 درجات، الدخول الشامل، الدور الثالث، اكو حذوفات السنه القادمه، كل هاي التفاصيل نفتها وزاره التربيه وبينت انه لا يوجد 10 درجات ولا يوجد دخول شامل. لكن باذن الله اخواني، في حال انه وردت اخبار جديده، وردت اخبار بخصوص ال10 درجات، اذا كانت للطلاب المراحل الصباحيه او المسائيه، او بالنسبه للمراحل يعني طلبه التمهيدي، طلبه الخارجي، كل هاي التفاصيل راح ننزلها بقناه التليجرام. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس حتى باذن الله تتحقق جميع المطالب. فتحياتي لكم، اذا عندك سؤال او استفسار اترك لها في صندوق التعليقات وباذن الله راح ارد عليك. شكرا لكم على حسن المشاهده والاستماع. تقبلوا تحياتي، اخوكم استاذ حسين القريشي.